يو السلام عليكم، معكم حمزه بين في فيديو جديده كونسيبت جديد ديالنا اللاصق. ما عرفتش واش كنتو تفرجتوا في الابيزود الاول اللي كنت لحقت ديال اللاصق. هذه هي الابيزود الثانيه، نتمنى تفرجوا فيهم بجوج وتردوا عليا واش الكونسيبت عجبكم ولا لا. اند ليتس جو. من بعد 7 شهور على الاختطاف ديال السائقين المهنيين المغاربه في دوله مالي اللي كانت اختطفتهم جماعه ارهابيه اللي سميتها الجماعه الكبابيه الداعشيه، تعاون بين الاستخبارات المغربيه الخارجيه والوكاله الوطنيه للامن في مالي كينجح في الافراج على السائقين المهنيين المغاربه ديالنا اللي كنتمنوا لهم الرجوع سليم ان شاء الله للعائلات ديالهم، وحنا كمغاربه راه فرحانين على الافراج ديالهم. وهذا الشيء كيبين القوه والمهنيه ديال الاستخبارات المغربيه. حده التوتر بين فرنسا والجزائر كتزيد من بعد القرار ديال الرئيس الفرنسي ماكرون اللي يصعد ضد النظام الجزائري وقرر تعليق حاملي جوازات السفر الرسميه والدبلوماسيه الجزائريه من التاشيره. اعلنت شركه اكوا باور السعوديه بالفوز ديالها بمشروع تطوير ميدلج 2 وميدلج 3 بالمغرب، وذلك بالانشاء 2 محطات شمسيه كهروضوئيه بقدره انتاج كتوصل ل 400 ميجاوات لكل محطه، يعني 800 ميجاوات في المحطات بجوج. يمثل هذا المشروع خطوه استراتيجيه كبرى تعزز المكانه ديال المغرب في القاره الافريقيه على مستوى الطاقات المتجدده، وكترسخ الموقع ديالو كفاعل رئيسي في انتقال الطاقي العالمي بفضل المشاريع ديالو الطموحه والمتكامله في انتاج كهرباء من مصادر نظيفه. زلزال بقياس 8.8 كيضرب سواحل ديال روسيا. هذا الزلزال هو اقوى زلزال غيشوفو العالم من 2011، وهو السادس اقوى زلزال في التاريخ ديال الكره الارضيه. باش تعرفوا درجه الخطوره ديال الزلزال اللي ضربوا اغلبيه الدول القريبه والمحيطه بروسيا كلها تلقات صافرات انذار تخوفا من التسونامي اللي غيضربوا السواحل ديال هذه البلدان هذه. باش تعرفوا القوه ديال هذا الزلزال هذا. ومن بين الدول اللي تلقات انذارات وخطط احتياطيه كاينه اليابان، بيرو، الفلبين، اكوادور، تشاينا، سالاو لي صبعاني، اندونيسيا راه بزاف، حتى امريكا براسها حتى هي مهدده وتلقات صافرات الانذار. الحرب بين كمبوديا وتايلاند كتسالي جلسوا في مائده مستديره اللي دارتها ماليزيا واتفقوا وحبست الحرب. The same for أرمينيا وأذربيجان، حيث أمريكا قدرت بأنها دير اختراق دبلوماسي مهم في منطقة القوقاز بعد النجاح ديالها في رعاية اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان، اتفاق اللي تضمن إنشاء ممر تجاري استراتيجي اللي كيخترق أراضي الأرمينية ب 42 كيلومتر وكيربط بين أذربيجان وجيب نخجوان الأذربيجاني ومنه لتركيا، وغتكلف أمريكا بالتطوير ديالو والإدارة ديالو تحت اسم ترامبروت فور انترناشونال بيس اند بروسبيريتي. هذا الممر غيفتح طريق جديد اللي كتربط بين تركيا واسيا الوسطى بلا ما يحتاجوا بانهم يدوزوا وسط ايران ولا روسيا. هادشي اللي غيمنح امريكا النفوذ اقتصادي على المنطقه، كما انه غيقلص النفوذ ديال ايران وروسيا والصين في واحده من اكثر المناطق حساسيه من الناحيه الجيوستراتيجيه. خبر مفرح للمغاربه، الماتش الجاي ديال المنتخب المغربي كونتر منتخب النيجر غيكون في الملعب الجديد ديال مولاي عبد الله على حسب السيت ديال فيفا اللي خرج الجدول ديال الماتشات ديال دات فيفا، وكاين فيه بان الماتش غيكون ملعوب في مولاي عبد الله. تألق اللاعب المغربي رشاد فتال مع ريال مدريد كاستيا. رشاد فتال يلاه جا لمدريد كاستيا وجا معطل وبدا معاهم لي ماتش ديال كاستيا، ما احتاجش وقت بزاف باش يبين التألق ديالو، حيت انه في 3 الماتشات دار 5 المساهمات، 4 البيوتا واسيست. كنتمنوا انه يكمل على هذا المنوال هذا وان شاء الله علاش لا نشوفوه مع الفريق الاول ديال ريال مدريد. كيف ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت ديال اللاصق، رسميا عبد الله وزان كيجدد مع اياكس امستردام، كيجدد حتى لصيف 2028، بينما اخ ديالو زكريا وزان كيجدد لصيف 2027. كنتمنوا لهم التألق ان شاء الله. وفي انتقالات اللاعبين المغاربه، زكريا ابو خلال كيمشي للفريق تورينو من بعد ما دوز سنين في تولوز وتألق في تولوز. كنتمنوا ليه التوفيق والتألق ويتألق في السيري ان شاء الله. عديد الصحفيين في انجلترا كيهضروا على بلال خنوس لانه غالبا غينتقل توتنهام ولا ليدز، باقي لدابا ما باينش، ولكن اللي 90% متاكد هو بانه ما يبقاش في ليستر سيتي وغيمشي لشي فرقه من الفرق البريمير ليغ، وغالبا كيف ما قلت توتنهام. رضا سليم الفتى المدلل ديال الجيش الملكي يرجع للفريق الام ديالو من بعد واحد التجربه في الدوري المصري مع الاهلي المصري، كيرجع للنادي ديالو
نظام الاعاره مع احقيه الشراء. وبالنسبه للصالير ديالو اللي هو 700 مليون غتكلف اهلي ب 500، بينما الجيش غيتكلف 200. كما انه ما كاين حتى شي بند اللي كيمنع بانه رضا سليم يلعب كونتر الاهلي الا تلاقات له في الفار والاهلي في دوري الابطال. هذيك تبان لي بانها صفقه واعره للجيش الملكي، ولانها غتعاون الجيش بزاف العام الجاي ان شاء الله. غير هو كيبقى اهم حاجه هو رضا سليم رد النيفو ديالو، حيت كما كنعرفوا كان بعيد على الميادين بسبب الاصابه ديالو اللي بعدته بزاف. سو كنتمنوا بان رضا سليم رد النيفو ديالو، حيت رضا سليم النيفو ديالو حنا راه كنعرفوا المؤهلات ديالو لانه راه لاعب كبير. نادي الرجاء المغربي كينجح بانه يظفر باللاعب معاذ الضحاك، النجم المنتخب اقل من 20 سنه، لاعب اللي النجوم الصاعده ديال الدوري المغربي، لاعب اللي نجم في اتحاد توارقه. صفقه اللي ان شاء الله غتعاون الرجاء بزاف. لاعب المنتخب اللي تدرب كاع الفئه السنيه ديال المنتخب الاولمبي عبد الله الريحاني كينتقل من اتلتيكو مدريد لنادي اشبيليه، انتقال اللي هو غالبا ماشي الفريق الاول ديال اشبيليه، غيكون الفريق الثاني ديال اشبيليه. كنتمناو بان عبد الله الريحاني يرد المستوى ديالو ويفرض نفسه في اشبيليه ونشوفوه في الفريق الاول ان شاء الله. فوز المنتخب المغربي المحلي ضد المنتخب ديال انغولا في كاس افريقيا المحليين الشان، ماتش اللي شهد تالق العناصر الوطنيه وتالق اللاعب الجيش الملكي حريمات اللي دا رجل المباراه. هادشي كيبين التفوق ديال سكيتيوي على المدرب المنتخب الاول وليد الركراكي، وكيبين العلو الكعب ديال اللاعبين المنتخب المحلي على اللاعبين المنتخب الاول اللي كينشطوا في البطولات الاوروبيه. كنتمنوا بان فوز يرجع يدير شي شونجمون قبل كاس افريقيا الجايه. ولعب المنتخب المغربي ماتش الثاني ديالو كاس افريقيا المحلي ضد منتخب كينيا، الماتش اللي شهد الهزيمه ديال العناصر الوطنيه ب1-0 ببطاقه حمراء المنتخب كينيا من الشوط الاول. هادشي كيبين بان سكيتشيوي مدرب ناقص بزاف، وبان الركراكي حسن، وبان لاعبين المنتخب المغربي المحلي لاعبين هواش ما يستاهلوش يلعبوا في المنتخب الاول، وبان المنتخب الاول هو اللي خصو يلعب كاس افريقيا، وفوز يقطع ما خصو يدير حتى شي شونجمون. خروج لي ليست ديال اللاعبين المرشحين للبالون دور، ولكن قبل ما نهضروا على البالون دور نهضروا على احسن لاعب صاعد. لا ليست اللي فيها ايوب بوعدي لاعب ليل، بينما احسن حارس لا ليست شهدات التواجد ديال الاسطوره ديالنا ياسين بونو. ولا ليست ديال احسن لاعب في العالم بالون دور فيها اشرف حكيمي اللي كنتمناو ان شاء الله علاش لا يديها الا ترجلوا لي زافريكان والدول ديال اسيا وحتى شي دول في امريكا اللاتينيه نقدروا نديروها، علاش لا خاص غير يترجلوا. وحكيمي راه كان دار واحد الانترفيو مع كانال بلس، واحد الصحفي ديال كانال بلس، ودوا على البالون دور وقال بلي انه كيشوف بلي انا راسو كيستاهلها، حيت سيرتو بلي ان الناس كينساو بلي ان اشرف حكيمي راه مدافع، وستات ديالو راه ستات ديال اتاكون ولا شي جناح ولا شي ميدل فيلدر ديال كيلعب في 10 ولا السيد في لاطاك في الديفونس واعر. ميشا علاش لا ما يديرش؟ انا عارف بزاف الناس كيقولوا ديمبيلي وهذا هو ديمبيلي يستاهل، ولا ديمبيلي مابقاش فيه الحال، ولكن اشرف حكيمي يستاهل، سو كتبقى في الفوت. كما انه هضر على الكيس ديالو، على القضيه ديال الاغتصاب اللي اتهم بها، وقال بانه مظلوم، والحقيقه غتبان سيرتو بلي ان اختنا غير هادي بوحديتها كتبين بلي انه فهمتيني انا كنت جاج هاد الكيس صافي نشرقها بحالها كندير لها. هي القضيه بلي انا قالت لك دفعاتو وهربات عليه. دفعتي اشرف حكيمي من اكثر المدافعين فيزيكمون قويين، بنادم اللي قلب اللي رضخ فان دايك، رضخ ديلير، ما خلى ما دار في لي ديفونسور لي زاتاكون ديال العالم. دفعاتو بنت وهربات عليه، سبقاتو خونا اللي كيجري مع 35 كيلومتر في الساعه في البرايم ديال السبرينت ديالو، سبقاتو ساطا بالطالون. من هذا المنبر كنطلب من البارسا تسنيه، وحتى الجيش الملكي الا قدرات عندها شي فلوس ولا الوداد ولا الرجاء تسنيو هاد السيده هادي. كاينه واحد لابيرو اللي كتقول بان ديك السيده اللي دارت هادشي لاشرف حكيمي كانت غير مبابي داير بيروك، داكشي علاش سبرينت عليه وسبقو وهرب. نتمنى بان الفيديو تكون عجباتكم ديال ليبيزود الثاني ديال لاصق. خليو لي لي كومونتير، قولوا لي زعما كي جاتكم لا فيديو، هضروا على النيوز اللي زعما ناقشوا لي النيوز اللي هضرنا فيهم. الا زقلت شي نيوز قولوها لي في الكومونتير. and yeah take care and
Peace. Hey, why do I know that my time coming up? Out of my mind, all my time ain't enough. Stayed on my grind many times, I was stuck. Had to wax the rail, rip betray out like I'm young, cause I am in the scenes I got. Little more to give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, young lives change. Hate 'em all 'cause I'm